يا الجزائر يا اخوان دولي اقوى دوله عربيا. غادي تقولوا لي هذا واش راه يخربق هذا؟ والميدان العسكري اقوى دوله واقوى دفاع او شبكه دفاع جويه ارض جو الجزائر تمتلكها، الوحيده كنقول لكم الوحيده، وحسب مجله ميليتاري ووتش ماغازين اللي مؤخرا دارت ديزاناليز. وهذه المجله هذه ما عندها حتى شي انتماء سياسي ولا حزبي ولا هادو ناس نوتر محايدين، وداروا ديجا احصائيات في 2013 وشافوا الاسطول يعني البحري والجوي وتاع الجزائر يعني متكامل. والان الاحداث اللي صارت في قطر، الطائرات الحربيه العسكريه ديال اسرائيل اللي مرت كاع الاجواء ديال الاجواء الجويه ديال السعوديه والشرق الاوسط ولبنان والاردن ومانيش عارف، ومشات ضربت لقطر. يعني هنايا كتعرف بالله الاسلحه اللي كيشريوها الدول العربيه من عند اوروبا، خاصه اوروبا وامريكا واسرائيل، متحكمين فيها واحد التحكم عن بعد. عندهم واحد الشفره كيبيعوا لك طائرات مثلا كاع الدول العربيه والسعوديه ولا الامارات اللي بغيتو اختاروا، من مصر ثاني دوله من بعد الجزائر، ومصر حتى هي كتشري على اسرائيل وامريكان وعلى الصين وعلى روسيا. اما الجزائر يعني جميع الاسلحه ديالها وجميع الانظمه او شبكه الدفاع ديالها شاريها على الصين وروسيا، ولذلك الاخر وعندها يعني كامل الصلاحيه انها تستعمل الاسلحه ديالها بدون شروط وبدون قيود. تشري طائره الجزائر، تشري طائره متطوره تستعملها كما بغات، عكس الدول العربيه يشريو مثلا اف 16 ولا اف 35 ولا مانيش عارف مشفره دايرين فيها واحد لابوس. يعني ما يقدروش ان الدول العربيه مثلا اسرائيل او قطر اللي تضربت مؤخرا ما تقدرش بالطائرات ديالها اللي شاتهم على الامريكان وعلى الدول الغربيه ما تقدرش تمشي تضرب اسرائيل، لانهم مشفرين فيغوي. اون فوا تقلع الوجهه يعني كما يقولوا يبغيو يمشيو يبومبارديو القواعد العسكريه ديال اسرائيل، لكن ما يقدروش، الطياره ما تطلعش كاع نهائيا. فوالا يبيعوا لك الحاجه ولكن هما يتحكموا فيها. هادو هما الدول. ما خصهاش يشوفوا الكم والعدد وشحال الطائرات وشحال الاسطولات وشحال الباطويات، نو خاصك تشوف الاستعمال ديالها، واش عندك الصلاحيه كامله انك تستعملها يعني المصلحه ديالك، ولا كاين مصالح اخرى هما اللي كيستعملوها يعني واحد 30% ولا 40%. هذه هو الاسلحه التي تباع من طرف الدول الغربيه الى الدول العرب ما عدا الجزائر، انهم عندهم واحد الصلاحيه 40% ولا 50% يتحكموا في المسائل ديالك. ولهذا كنقول لكم وحسب المجله ان الجزائر اقوى دوله عسكريا. فوالا من هذه الناحيه، من هذه التقنيات المتطوره ديال روسيا وديال الصين. ما تجيش تقول لي حنا عندنا طائرات وعندنا هادي وعندنا نو، هذيك الهضره كاع ما تاكلش يا اخوان داولي معنا. فوالا هذه مجله تخصين، انا وياك راه ما نفهموا والو. هذه مجله متخصصه، روح تقريها، روح دير في الانترنت ميليتاري ووتش ماغازين غادي تعطيك التقرير، تشوف تقرا التقارير ديالهم. تحياتي الاخوان ديالي، والله يحفظكم.